في بعد عصر الغيبة يقول لا أنا الإمام بدليل هذا النص، ما في، ولا أتباعهم أحد من أتباعهم يستدل بهذا النص. هذا مبحث جيد. ثم يذكر فرق الشيعة بعد استشهاد الإمام علي، فيه مبحث فرق الشيعة بعد علي، فرق الشيعة بعد الحسن، فرق الشيعة بعد الحسين، فرق الشيعة بعد الإمام السجاد، بعد الإمام الباقر، فرق الشيعة بعد جعفر، بعد موسى، بعد علي، بعد محمد. ثم يذكر فرق الشيعة بعد وفاة الإمام الحسن ابن علي العسكري. وقد ذكر المؤرخون الشيعة كالنوبختي والأشعري القمي أن الشيعة بعد الإمام وفاة الحسن العسكري سنة 260 افترقوا إلى 14 أو 15 فرقة مختلفة، مما يدل على أنه ما فيه إمام موجود ولا فيه إمام ولا ولد للحسن العسكري إمام. يذكر هذه النصوص كلها الإمام العلامة حيدر علي قلمداران القمي الشيعي الجعفري رحمه الله، ويفند دعوى النص. فالكتاب يركز على قضية، القضية الأولى اللي يركز عليها الكتاب أنه ليس هنالك نص على الإمامة كما يراه الشيعة. الأمر الثاني الرئيسي في مبحثه رحمه الله أن الأحاديث التي نصت على الأئمة الاثني عشر، يعني في حديث واحد موجود نص على الأئمة 12، كلها موضوعة ومكتوبة كتبت بعد زمن الغيبة بدليل الكذابين والدجالين والوضاعين، بدليل وجود في هذه الأسانيد كثير من الواقفة وضعها وفيها واقفة وفيها فطحية وفيها أناس ليسوا 12، وهذا يدل على الكذب فيها. ثم بعد ذلك يستعرض رحمه الله افتراق، بعد ما يفند هذه الأدلة سندا ومتنا، ينتقل بعد ذلك إلى أن الأئمة لم يكن في سيرهم شيء يدل على وجود هذه النصوص، وافتراق الناس بعد كل إمام لم يدل على أن ما فيه، هذه ليست موجودة هذه النصوص. ثم تفرق الناس بعد كل إمام إلى فرق مختلفة دليل على أن هذه النصوص لم توجد ولم تظهر إلا بعد الغيبة سنة 260، يعني بعد وفاة الحسن العسكري سنة 260. قبل 260 لم يظهر نص واحد فيه الحديث عن الأئمة بهذا الترتيب. هذا الكتاب وهذه فكرته، الأفكار التي طرحها وهذه المباحث التي ذكرها رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب قيم، يجب أن ينشر، يجب أن يتوسع في نشره، حيث أنه من علم من أعلام الفكر الشيعي، وتوصل إلى هذه الأمور عن قناعة، وتحمل الأذى والعذاب والنكال في حياته ومحاولة الاغتيال والقتل، ولم يتراجع عن عقيدته هذه قيد أنملة واحدة. أو رحمه الله تعرض لمحاولة اغتيال أو أكثر من محاولة، مات رحمه الله وهو مؤمن بهذه الأفكار، معتقد لها، داعيا إليها، محاولا نشرها في أوساط الشيعة وإنقاذ الشيعة مما هم فيه. هذه فصول كتابه وهذه مباحث كتابه. وإذا كان معنا مزيد من الوقت سنقرأ شيئا من كلامه رحمه الله تعالى في الكتاب. أنا أركز على أن هذا الكتاب يجب أن ينشر، يجب أن يتوسع في نشره، وهو من أجمل الكتب والتي قرأت في نقد نظرية الإمامة والنص على الأئمة وإبطال الأحاديث التي نصت على الأئمة 12 من الناحية النقلية ومن الناحية العقلية. وإذا كان فيه اتصالات الأخ المخرج ممكن تستقبل بعض افتح الخط وممكن نستقبل الاتصالات قبل أن طيب نقرأ في نعم معنا الأخ عمر. تفضل يا أخ عمر.
قبل أن نبدأ في استعراض بعض أفكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت غير واضح وفيه تقطيع يا أخي. لا إن شاء الله كويس. إن شاء الله كويس. يقصر صوتك. نسمعك يا عمر. لا كويس. الشيخ عمر كيف حالك؟ يا هلا بك يا أخ عمر. السلام عليكم يا شيخ عمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم يا عمر. أبو عمر. أنا أبو عمر. أبو عمر. طيب يا أبو عمر تفضل. طيب الله وجهك. وجهك أبيض. جزاك الله خير. والله إني أحبك في الله. أحبك الله اللي أحببتنا فيه يا أبو عمر. أنا أبغى أسألك يا شيخ عمر. سم. أقول أبغى أسألك. تفضل بارك الله فيك. أنا اللي أستغربه يا شيخ عمر، لماذا الشيعة يريدون، أنا اللي أستغربه أيوة، لماذا الشيعة يريدون أن يسلمون أنفسهم وأهليهم وأموالهم وأراضيهم إلى إيران؟ ما هو السبب وهم مبسوطون في أراضيهم؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ هل هم مسحورون أم عليهم غشاوة على قلوبهم غشاوة؟ ما هو السبب؟ وأنا يعني يا أسف على الذي اتصل من العراق، أقول له أنت عربي من العراق، لماذا تدافع عن هؤلاء المجوس؟ أولا الحرمين الشريفين. أبو عمر. نعم أبو عمر، أنا الحقيقة أعترض على كلمتك التي قلتها ومجوس. نعم. وأقول أن الشيعة ليسوا مجوس، منهم الشيعي ومنهم الرافضي ومنهم الزنديق، وليس كلهم مجوس. فأنت إذا قلت مجوس ما يجوز أنك تقول مجوس. هم منهم ناس صالحين، منهم شيعة غير رافضة الآن موجودين، صحيح أنهم قليل. طيب ليش أن نزعل الجميع إذا قلنا أنهم مجوس؟ فيعني نحاول أن عباراتنا تصير فيها شيء من التهذيب. بارك الله فيك. ماذا لم يأخذ سم. طيب أقول لماذا لم يأخذ دينه من مبط الوحي؟ طيب مبط الوحي. جزاك الله. لماذا لم يأخذ دينه هذا من العراق العربي؟ جيد يا أبو عمر، هذا سؤالك الآن أجيب عليه بإذن الله. نعم بالتفصيل أجيب عليه. لماذا الشيعة يعني خلين المراجع يفكرون عنهم. جيد. الذي بعده الاتصال الآخر. من مهبط الوحي. جميل. اللي بعده. جزاك الله خير على اتصالك يا أبو عمر. في اتصال آخر. أبو معاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا معاذ. أحبك في الله. أحبك الله يا أخي كما أحببتنا فيه. تفضل. والله أتعجب وسأظل أتعجب وسيزداد عجبي من أخواننا الشيعة. ارفع صوتك. تعجب بس ارفع صوتك وانت تحدث. وسأظل أتعجب وسيزداد عجبي من أخواني الشيعة المساكين. جزاك الله خير. يعني ما وقف مع نفسه وسأل نفسه كيف المعمم هذا يحصل على 3 أشياء وهو ما يفكر. يحصل على ماله تحت ما يسمى بالخمس، وينشر الزنا في بيته تحت ما يسمى التمتع يوم عاشوراء والخرابيط هذه اللي يسوونها. لا أنا أوقف يا أبو معاذ، أنا ما أيدك على هذا أنه يحصل زنا يوم عاشوراء. ما هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. التمتع اللي يسمونه عندهم تمتع. المتعة صحيح موجودة المتعة. اي طيب موجودة المتعة، لكن طريقتك في لفظك كأنك تقول أن فيه يعني ما أسمعك أخوي. كأنك تقول أن فيه يعني السماح بالشيء من الإباحية في أيام عاشوراء، وهذا غير صحيح. ألو. معك. هذا غير صحيح. صحيح المتعة عندهم يرونها من الدين. المتعة يرونها من الدين. طيب أنا الحقيقة أعلق على كلامك. عندك إضافة أخرى يا أخ أبو معاذ؟ إيه نعم. أنا أتمنى أن تتكلم يعني وتبين لأخواننا المشاهدين أن أمريكا الآن جالسة تهيئ إيران وجالسة تمهد لها
أنها تمتلك سلاح نووي وهي تدعي شعارات أن سنعاقب إيران خيرا إن شاء الله. شكرا لك يا أبو معاذ على هذا الاتصال الطيب، وأجيب عن الأسئلة إذا ما في اتصالات. السؤال الأول يقول لك أبو عمر، يقول إني يعني تعجب أيضا ويتملكه العجب أن العرب الشيعة يعني يسلمون أنفسهم للمراجع العجم الفرس، وأحدهم لا يحسن العربية، فكيف يفهم نصوص القرآن ويجي يقول لهم أن القرآن فيه قضية الإمامة موجودة في القرآن، وأنت عربي قح ولدت عربيا. فكيف الأمر اللي أريد أن أنبه إليه أن الشيعة يا أخوان ليسوا حمقى وليسوا مغفلين الحقيقة، لكن هنالك التربية التي يربون عليها في الحسينيات، وبعدين على مدار السنة كلها، يعني ما فيه يمر أسبوع ما تجد فيه مناسبات في الحسينيات. وفي هذه الحسينيات يمارسون عليهم يعني كثيرا من التضليل والشحن النفسي ضد الصحابة وضد المؤمنين، وفي غلو في الأئمة عن طريق الأناشيد وعن طريق الغناء وعن طريق الألحان، خاصة المقامات العراقية المؤثرة اللي لو تأتي بقصيدة امرئ القيس وتلقيها بالطور العراقي لا أثرت في القلوب وفي النفوس بطريقة أدائها، وخصوصا إذا كان الصوت عذب وجميل، فهذه كلها تؤثر. وهذا أشبه ما يكون بالتنويم المغناطيسي الذي يحصل للشيعة، لا ينفكون عن هذا التنويم المغناطيسي على مدار السنة، ولذلك هم الحقيقة يجعلون المراجع هذولا يفكرون بالنيابة عنهم ويشرعون، ويصدق عليهم وعلى المراجع قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه كان نصرانيا في الجاهلية، فسمع الآية من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ما عبدناهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. التشريع التحليل والتحريم حق لله تعالى، ومن هذا من توحيدك لله عز وجل أن توحده في عبوديته، ومن العبودية لله أن الله عز وجل هو المتعال